فرق كبير بين عميل دخل كتب شقق للبيع أو عقارات للبيع أو شاليهات للبيع، ده إحنا مش عارفين هو مين وعايز إيه، عايز يشتري في أنهي مكان، وبين حد دخل قال أنا عايز شاليه غرفتين أو عايز شقة 3 غرف في مدينة نصر. ده عميل عارف عايز يشتري إيه وفين. وده تحديدا سر نجاح الشركات العقارية الكبيرة، اللي هي بتحدد الكلمات المفتاحية الرئيسية اللي أخدناها في المحاضرة اللي فاتت، وبتركز قوي على 3 أو 4 كلمات طويلة اللي احنا بنقول عليها long tail keywords. طب يا ريت بقى تشرح لي يعني إيه كلمات طويلة عشان أمشي معاك للآخر. دي مش أي كلمة، دي عبارة بحثية طويلة ومحددة جدا. بمعنى إن بدل ما أقول شقق للبيع بالإسكندرية، دي كلمة رئيسية بس المنافسة عليها عالية، بقول شقق للبيع بالاسكندريه لوران 3 غرف، شقق للبيع 3 غرف مدينه نصر. يبقى انا في المحاضره اللي فاتت قلت هحدد الكلمات الرئيسيه كلمه واثنين وثلاثه واربعه، بس هيبقى المنافسه عليها عاليه وانا عايز ابيع بسرعه. وانا بحضر الخطه بتاعتي، خطه الكلمات البحثيه، هنقي 4 5 كلمات رئيسيه شرحناها في المحاضره اللي فاتت، وهشتغل جنبها على 5 عبارات طويله ومحدده. طيب ليه بقى؟ لان انت لازم تبقى فاهم ان الكلمات الطويله دي المنافسه بتاعتها اقل، التصدر بتاعها في محركات البحث انك تبقى موجود في الصفحه الاولى او في اول 3 نتائج اعلى، العميل بتاعها نيه الشراء عنده عاليه جدا، يعني فرص البيع بتزيد مرتين او 3. ابدا بقى طبق معايا الاستراتيجيه دي، وهسيب لك في الوصف الادوات والخطوات اللي هتساعدك انك تكتشف الكلمات الطويله الخاصه بالمدينه او المشروعات اللي انت بتسوقها.